هتاخدوا شاور مع بعض. والله ده هيفك كل حاجه في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لابسه لكم التايجر لاجل هذه الليله الجميله اللي انا طالعه اكلمك فيها دلوقتي. النهارده الفيديو بتاعنا لكل البنات اللي طلبت مني يا دينا، لا عايزين بقى تفاصيل ليله الدخله او يوم الفرح، نعمل ايه فيه بالتفصيل خطوه خطوه، يعني اللي انت هتقوليه احنا هنعمله بالظبط، مش عايزين نجود ومش عايزين نعمل اي حاجه خالص. تعالي بقى اقول لك هنا تمشي ليلتك يوم الدخله ازاي، ولو هو حاول يقرب منك بتعملي ايه، ولو ما حصلش التعامل او ما حصلش حاجه يوم الفرح او انت اجلتيها شويه بتعملي ايه بديل عشان ما تحسسوش ان اليوم باظ. تمام؟ الفيديو بتاعنا مهم جدا مهم جدا، جريء جدا ومحترم جدا جدا جدا. فلو انت مهتمه معايا بالفيديو حطي لايك واعملي كومنتات كتير حلوه. الكومنتات دي بتشجعني وتخليك كل يوم انزل لك فيديوهات عن الحاجه اللي انت عايزاها. لو انت اول مره تشوفيني عايزه اقول لك ان انت لو مش مشتركه معايا في القناه فايتك كتير جدا. فيلا تعالوا معايا نبدا الفيديو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه كده بنبدا بيها الفيديو، اول ما بتروحي بيتك خلاص انت وصلتي بيتك، اول حاجه انت بتخليكي على طبيعتك وان انت تكوني مرتاحه واحسن ان انت تكوني طبيعيه، ان انت تكوني انت، خليكي على طبيعتك، خليكي انت، لا فرحانه قوي ومبسوطه قوي وده انت مش حاساه، ولا خايفه ومتوتره زياده عن اللزوم عشان ما يفوتيش عليكي اللحظه. خليكي زي ما انت، خليكي انت. انا خلاص وصلت بيتي الحمد لله، الف حمد وشكر ليكي يا رب، الليله عدت على خير، طب خلاص بقى انا داخله البيت عشان يعني ابداها كده حياه جديده. فخليكي طبيعيه، دي اهم حاجه عندي. طبعا طول ما انت طبيعيه هيخلي الموضوع معاكي اسهل واحسن، وهتبداي معاه كلام، فهتبداي الكلام معاه، هنتكلم مع بعض شويه في اي حاجه بقى تيجي في دماغك. الكلام بيفك الاسترس اللي انت فيه، الكلام بيخلي الموضوع اسهل وعادي. هقول لك افكار الكلام اللي تبداي بيه معاه اول ما تخشوا البيت بتاعكم. مثلا اول حاجه تحب تبدا اليوم ازاي معايا، يعني تحب تبدا ليلتنا ازاي؟ عندك افكار مثلا كان نفسك تبدا يومك كده معايا ازاي لما ربنا يجمعنا على خير والحمد لله هي اتحققت. طيب هيقولك مثلا والله انا مش عارف انت ايه رايك، طب تحبي نقعد مع بعض الاول ولا بعدين، ولا ناكل الاول ولا بعدين ناخد شاور الاول ولا نغير هدومنا ولا نعمل ايه؟ بص انا عايزه معاك حاجات كتير قوي، ومبسوطه جدا ان انا بقيت معاك. حته مبسوطه جدا ان انا بقيت معاك دي اول حاجه ما بتخش عنده خلاص بتخليه هو كمان مطمن ان انت حابه انك تكوني معاه، سواء بقى حصل حاجه في اليوم ده او ما حصلش، فانت قلتي له ان انت مبسوطه ان انت معاه. تمام؟ وعلى حسب بقى بعد كده انت بتعملي ايه. يعني اول حاجه خالص كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا من رايي المتواضع جدا انك لازم تفكي نفسك. يعني ايه افك نفسي يا دينا؟ يعني تاخدي شاور، يعني تتجردي من كل ملابسك كده اللي مخانقاكي، وفستانك اللي حشرك في بطنك ومعدتك اتطبقت من كتر ما هو مشدود، الشوزه اللي وجع رجلك سواء بقى كوتش او هيلز، العرق اللي كان من كتر الرقص في الفرح والحاجات دي كلها، الميه الدافيه اللي هتنزل على جسمك، دي كلها حاجات بتخليكي تكوني احسن واهدى يوم الفرح. وفي نفس الوقت انت بيحس ان انت طبيعيه جميله حلوه، بس في نفس الوقت يعني برده مكسوفه شويه. تمام؟ ده كان بالنسبه للخطوات. طيب اول حاجه خالص ان قررنا خلاص هناخد شاور، عندك تو اوبشن، وده على حسب لو انتوا اتكلمتوا قبلها بشويه هيبقى في اوبشن هتعمليه، لو انتوا لسه ما اتكلمتوش ولسه دي اول حاجه هتعملوها الاوبشن الثاني هتعمليه وهو ايه؟ اوبشن الشاور. لو انتوا اتكلمتوا مع بعض شويه وخدتوا على بعض شويه وهزرنا وضحكنا وزغزغك وقرصك وكوتشي كوتشي والموتشي موتشي والصوتي صوتي، هتاخدوا شاور مع بعض. والله ده هيفك كل حاجه في الدنيا، ده هيكسر لك كل حاجه بقى، انت مش محتاجه دينا تاني بعد الموضوع ده. طيب لا انا لسه اول خطوه انا هعملها، يعني دي لسه اول حاجه انا هعملها، ان احنا خلاص قلنا ناخد شاور الاول، ما قعدناش مع بعض، ما اتكلمناش مع بعض، حتى ما هزرناش، حتى ما فكناش القعده. هتعملي ايه؟ كل واحد شاور لوحده. وقلت لك في فيديو قبل كده ان انا هسيبهولك تحت في الكومنتات او هسيبهولك في اخر الفيديو هنا، ان انت ازاي تحضري اصلا الحمام له. لو انت شايفه بقى ان الموضوع بقى لطيف وخفيف ومش عارفه ايه، دلع الدلع، تعرفي تحضري الحمام سواء بقى في يوم الفرح او اي وقت تاني. لازم يحس ان هو معاه انثى، لازم يحس ان هو معاه بنت كده يعني كتكوته حلوه شقيه جميله مسكره عسوله، انتوا فاهمين؟ بس
دي كانت اول نقطه في حته الشاور. الشاور مهم جدا 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 جدا. ممنوع منعا باتا بقى، ده من اختك بقى، ممنوع منعا باتا البادي باتر ولا الزبده اللي مش عارفه ايه ولا الايه، ممنوع منعا باتا اي برفيوم على جسمك، اي باد فلاش، اي حاجه بتدهن على الجسم. ده خدي مني، لان الموضوع لاول مره بيبقى لهوي نيله. فانت بلاش، حاولي بقدر الامكان الحاجه اللي هتحطيها من بعيد، اي برفيوم اي بس فلاش من بعيد على هدومك، من بعيد كده هترفعي شعرك ومن ورا وعلى شعرك كده وهتدعكي يعني هتفردي شعرك كده. تمام، دي كانت حاجه. طيب الحاجه اللي بعد كده، انا خلاص خدنا الشاور وبقينا الدنيا جميله والدنيا لطيفه وكل حاجه، دي كلها حاجات بتاخر التعامل بتاعه معاكي وفي نفس الوقت بتخليكي تاخدي عليه. هناكل بقى الاكل الخفيف، خلي اكلك خفيف، خلي اكله خفيف، يعني ما تحطيش الكميات كلها، لا حطي كميات بسيطه. والله انا قلت نجيب حاجه خفيفه كده ايه عشان بطننا ما توجعناش، عشان مش عارفه ايه، لان لو تقل في الاكل وانت تقلتي في الاكل هيبقى الموضوع مش احسن حاجه لو حصل حاجه في اليوم ده. تمام، فخلي الاكل خفيف ولطيف. لمسات الاكل وحركاته دي بتفرق جدا، حاجه كده بنوته كيوته كسوفه، ولكن في نفس الوقت مش جريئه، ولكن في نفس الوقت مش يعني ايه بتدي اللي قدامك ان انا بالليدي بس كسوفه شويه. ايه هي بقى الحركات دي؟ هتاكلي في بقه هياكلك في بقك، هتقطعي له هيقطع لك، هتفصصي له هيفصص لك. عارفه انت دلوقتي كيس وانا كيس، انا عصير وانت عصير، انت مش عارفه ايه وانا ايه. هي دي الحاجات دي بتفرق جدا جدا. الحنيه اللي في الاكل دايما بيتعرف عن الست ان هي حنينه على جوزها في الاكل، عشان كده زمان كانوا بيقولوا ايه، لا ده لما نقطع المنابات اول واحد ياخد مين؟ الراجل. هي مش هتفرق معاه ولكن هيحس ان هو قلبه يعني قلبها عليه، بتفرق جدا 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 مع الراجل. فالحنيه في الاكل دي هتخليه يدلعك، وفي اول يوم كمان، اول يوم يقعد معاكي يا لهوي دلع عروسه قمر مع ريش زينة الزينه، والله تجيبوا عيال مسكرين. تمام، ده كان بالنسبه لحته الاكل. طيب خلاص بقى شلنا الاكل، خلاص ركنتي الاكل وخلاص وصباح الفل والحاجات دي كلها. ايه الخطوه اللي بعد كده او ايه الحاجه اللي بعد كده؟ تعالى بقى ناخد الجوله في الشقه. لو انت لسه يعني مش واخده على الشقه قوي، استنهزيها فرصه ان كل خطوه تخشي فيها في الشقه تكون معاك. تعالي نشوف الصاله، الله ده الديكور ده حلو اخترته، فاكر احنا لما كنا كذا، فاكر دي كانت عامله ازاي، فاكر لما اخترت معايا دي، ما شاء الله شقتنا حلوه قوي. مثلا خلاص خلصنا الشقه، طب انت ايه رايك بقى في ذوقي، طب عجبك ذوقي، طب مش عارفه ايه. كلام الكوتشي موتشي السوشي ده، وفي نفس الوقت الكلام السوشي موتشي ده هيخليه اللي هو ايه، الله انا معايا كتكوت، الله انا معايا حاجه كده اللي هو يعني عايزه اكلك. مش طبعا كل ده حاجات بتماطل وتبعده ان هو يتعامل بدري، فاهمه، وفي نفس الوقت بتولعه اكتر. يعني لو مش هنخلص بقى خلاص احنا شربنا وكلنا واستحمينا واتفرجنا عايزين بقى نتعامل، لا دي كلها حاجات لطيفه وحلوه وبتخليه كده ايه مبسوط معاكي. خلاص بدا يتعامل، بدا خلاص يعني يقرب مثلا من خدي، يقرب من كتفي، يعد خصلات شعري، يشوف رموشي كام رمش، يعد صوابعي يشوفهم كاملين ولا لا، رجليا 2 ولا رجل واحده، سناني مركبه ولا كله طبيعي. الحاجات دي كلها هعمل ايه يا دينا؟ انا متوتره، حقك جدا تتوتري وحقك جدا تخافي، ولكن بقى في حاجات بسيطه جدا جدا لازم تكون مع اول لقاء واول لمسه مع جوزك انت بتعرفي تتعاملي فيها ازاي. سيبيكي بقى من الخوف والرعب والحاجات دي كلها. عايزه اقول لك ان بمجرد ما هيبدا يقرب منك انت في 4 خطوات او 5 خطوات انت بتبداي تتعاملي فيهم مع جوزك عشان اليوم ده ما يتقفلش عنده، اليوم ده بالنسبه لك يكون بصمه حلوه، اليوم ده يبقى احسن يوم في حياتك، وكل ما تزعلوا مع بعض تفتكروا اليوم ده ترجعوا لبعض تاني. تمام، هعملها لك فيديو لوحدها. انت لو انت قرب منك او بدا يبادر انت بتعملي ايه، لمسك لمسه بتعملي ايه، تتصرفي ازاي لحد ما ربنا يعديها لك على خير، ولو ما حصلش في اليوم ده حاجه تعملي ايه عشان اليوم ده يعدي على خير، او عشان اليوم ده ما يكونش اتقفل بالنسبه لي. في حاجات بديله جدا لو ما حصلش حاجه في اليوم ده تقدري تعمليها كتير. بس كده حلوين، يا رب كده يكون لحد الحته دي الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد بتفاصيل مهمه جدا جدا، واقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.